ازيكم يا شباب؟ عاملين النهارده معاكم انتم في فيديو جديد. فيديو النهارده عندنا جانب الاسود من قصه كريستيانو رونالدو دوس سانتوس افيرو. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على اشهر لاعب في العالم، لاعب عنده 610 مليون على الانستجرام. مين ما يعرفوش؟ 5 بالون دور، 5 تشامبيونز ليج، 3 بريمير ليج، 2 افريكا واليوروز. اسطوره في ريال مدريد، اسطوره في اليوفي، اسطوره في مانشستر يونايتد، اسطوره في النصر، اسطوره في كل حاجه في حياته، واسطوره البرتغال. ازاي بقى كريستيانو رونالدو وصل لكل ده في حياته؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. كريستيانو اتولد في فبراير 1985. اتولد في جزيرة ماديرا اللي في البرتغال. ماديرا هنا وبرتغال هنا. كريستيانو اصغر واحد في اخوات، 3 اخوات، اختين واخ واحد، هوجو وكاتيا وإيلا. كريستيانو اتولد في بيت فقير جدا يعني. وفي ناس بتقول ان هو لما كان عنده 12 سنة كان بيقف قدام ماكدونالدز وكان بيطلب من الناس ان هم يشتروا له. القصة دي طلعت من واحدة اسمها إدنا. ابو كريستيانو هوفير دينيس افييرو كان عسكري في الجيش في موزمبيق وحارب في انجولا، ورجع البيت بعد الحرب. كان عنده مرض نفسي اسمه PTSD، والموضوع كان جدا صعب عليه، كان عنده حالة نفسية فاتجه بعد الحرب ابو كريستيانو بقى بيشتغل كيتمان. الكيتمان دي عبارة عن هو اللي بيحضر ملابس اللعيبة قبل ما يخشوا الماتش. دي بقى كانت نقطة البداية لكريستيانو رونالدو. القصة دي معروفة ان هو كريستيانو رونالدو وابوه ما كانوش كويسين مع بعض، لان ابوه كان عنده مشكلة. عشان كده مستحيل تلاقي كريستيانو رونالدو ماسك طب ليه؟ عشان عياله ما يعانوش بنفس المشاكل اللي هو عدى بيها. لكن في الناحية التانية ام كريستيانو ماريا دولوس سانتوس افيرو. ماريا كانت شغالة طباخة وعاملة نظافة، واوقات الشغل كان بيبقى كتير عليها فكانت بتجيب عيالها يساعدوها. ام كريستيانو رونالدو نزلت كتاب اسمه ماريز كوريج. في الكتاب ده كانت بتتكلم ان هي عايزة تسقط ابنها الاخير، بمعنى اصح ان هي تتخلص من الطفل. طب ليه امه كانت عايزة تعمل كده؟ لان هي ما كانش عندها الماديات اللي هي تكفيهم. لما رونالدو كان صغير كان في المدرسة مسمينه البكاية. كان دايما غبي في الدراسة، لأنه في يوم من الأيام فصل من المدرسة عشان مسك كرسي ورماه على المدرس. يعني أنت متخيل إن واحد فاشل دراسيا زي كده اتنقل نقلة زي كده بقى أصبح أحسن لاعب في العالم؟ بعد كده كريستيانو اتجه لأكاديمية لشبونة للأطفال، وكان في الأكاديمية بيقولوا أكتر واحد هيجيب أهداف هيبقى ليه مكان في الفريق الأساسي. وفي قصة بتقول ان صاحب كريستيانو ألبرت فينتراو ده هو اللي ساعده ان هو يحقق هدفه ده. طبعا القصة دي كلكم عارفينها، ان هو يعني كريستيانو كانوا متعادلين في الاهداف، والجون في اخر الماتش بصله الكورة فجابها جون، وفي الاخر كان 1 في 1. بس ألبرت حس ان هو كريستيانو احسن منه فبصله الكورة فجابها جون، فبقى احسن لاعب في العالم. بسبب الباص ده كريستيانو لحد دلوقتي بيساعد ألبرت ماديا. يعني انت متخيل باص واحد ممكن يغير حياة لاعب بالطريقة دي؟ اهو ده اللي حصل مع كريستيانو. وقصة تانية بتقول ان كريستيانو لما كان 15 سنة عمل عملية في قلبه. كان عنده مرض اسمه تاكي كاردي بيخلي دقات قلبك سريعة جدا. يعني بص، فاكر كده توم وجيري؟ هو زيه بالظبط. المهم راح كريستيانو المستشفى وعمل العملية باستخدام الليزر ونجحت، ورجع يلعب كورة طبيعي. لكن في سنة 2003 اتغيرت حياة كريستيانو بطريقة غريبة، وكان في ماتش ودي بين لشبونة وفريق مانشستر يونايتد. واكيد اغلبكم عارفين القصة دي، ان كريستيانو رونالدو عمل ابداع بطريقة مش عادية، لدرجة ان هو خلى لعيبة مانشستر يونايتد جالهم ايرور. كل لاعب جاله ايرور في دماغه. اليونايتد بالتشكيلة دي بتاعت 2003 فازوا بالدوري. كريستيانو رونالدو كده جابهم كلهم، لمهم كده وحطهم في جيبه. المان يونايتد ساعتها كان من احسن حالاته. بعد الماتش اغلبيه لعيبه اليونايتد راحوا سير اليكس فيرجسون وقالوا له ده لازم يجي عندنا، وفعلا جابوه. وبعدها ب6 ايام بس كريستيانو رونالدو راح للمان يونايتد ودخل اليونايتد، وسنه ورا سنه ورا سنه، وكريستيانو برايم بتاعه بيزيد يوم عن يوم. وعشان كده كريستيانو رونالدو جاله عقد من ريال مدريد ب 94 مليون يورو. طبعا الارقام دي دلوقتي بالنسبه للعيبه عاديه، بس ساعتها كان صعب تلاقي لاعب بالسعر ده. مستواه بالريال كان حلو، سجل 450 جون، 138 اسيست، 4 بيلون دور، 4 تشامبيونز ليج، 3 كاس العالم للانديه. لكن الموضوع ما مشيش حلو على طول. كريستيانو رونالدو معروف ان هو جدا عائلي، ان هو بيحب يقضي وقته مع اطفاله ومراته. اكتر اثبات ان هو عنده 5 عيال، برغم عياله الكتير. جورجينا صاحبته مش مراته. في نهاية 2020 كريستيانو رونالدو المفروض كان هيبقى أب لتوأم، ولد وبنت. البنت عاشت لكن الولد، الكلام ده حصل لما الدون رجع للمان يونايتد. برغم ان هو خسر طفل
غاب مباراة واحدة بس من الماتشات، بعدها بسهولة جدا رجع للملعب. طبعا كلنا عارفين ان كريستيانو رونالدو رجل اعمال ناجح. خلونا نتكلم عن براند CR7، اشهر براند رياضي، لبس وستارزات ونظارات وكله، اعمال مشتركة مع نايكي وشرابات، جزم رسمية وصندل. كريستيانو عنده فندق كمان بس في البرتغال برضه. بس كل ده مش مهم، لان كريستيانو بيتبرع بفلوس كتيرة للجماعات الخيرية. هو دلوقتي سفير لثلاث جماعات خيرية: سيف ذا تشيلدرن، يونيسيف، وورد فيجن. كريستيانو باع جايزة البالون دور اللي كسبها في 2013 ب 800 ألف دولار بس عشان يتبرع بالمبلغ لجمعية ميكا ويش. وباع جايزة الجولدن بوت اللي كسبها في 2011 بمليون و600 ألف دولار عشان يبني مدارس في غزة. اتبرع بمليون 350 ألف للمستشفيات اللي في البرتغال لأنها كانت محتاجة معدات كتير ساعة الكورونا. وكده كنا وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. عجبك الفيديو متنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس وتكتب لنا كومنت برأيك. سلام.